المتبع بمنطقة المغرب العربي بغرض تحصين وحدة الأمة. وأكد غلام الله لدى اختتام أشغال الملتقى الوطني حول المرجعية الدينية ودورها في تحصين المجتمع، أكد أن المذهب المالكي النابع من السنة الطاهرة كان وسيظل مرجعنا الديني. واجبنا نحن اليوم هو أن نحصن هذه الأمة ليس بالقوة وإنما عن طريق بث هذه المرجعية وتمكينها والبحث عن الوسائل البيداغوجية والوسائل الحديثة والتقنية والتكنولوجية التي تمكننا من جعل أبنائنا في المدارس وفي الجامعات يصوغون أو يستصيغون هذه الوحدة وهذه المرجعية. أعلن